السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. الحسد الخوت فيه وفيه، كاين الحسد بداية والحسد نهاية. الإنسان يمكن ما يحملك ويحسدك، كل ذي نعمة محسود على طولك، على عرضك، على ارتفاعك، على سيرتك، على زوجتك، على أولادك، على قامتك، على علمك، على مستواك، على مالك، على كل شيء. نعم، يعني بداية. وكان واحد الحسد كيجي من بعد. الإنسان يكون كيبغيك، يحبك ويزكيك ويقولك تبارك الله عليك ويجبدك ويقولك خدم معايا هادي، ولكن ملي تجي تخدم معاه كيكتاش الموهبة ديالك وكيعرفك عن حقيقتك، بأن لك حظوة، لك مكانة، لك درجة، لك منزلة. فتبدأ حظوظ النفس ويبدأ التفكير، لأنك تنافسه. شكون دابا اللي كيحسدك؟ مش اللي ما كيعرفك، اللي كيعرفك. إخوات يوسف كيعرفوه لأن أبي يحبوه، حتى انت هذاك اللي عرفك بأن ولات الناس كتفخر بحاله ولا أحسن منه، ولا واحد الصديق ديالو كيسول فيك كتر من يسول فيه، غتدي ليه لبلاصتو، كتنافسو على شي حاجة، غادي يحسدك، غادي يدير باش يحيدك. هذا الحسد الثاني غادي يجي هذا كيكون صعب كاع يمكن من الأول، غادي يدير باش يحيدك، كتنافسو. راه المنافسة، تموقع المواقع هي اللي كتجيب هذا الحسد. والحاسد لا يسود نعوذ بالله من الحسد. راه هاد السورة دار الله فيها من شر حاسدين إذا حسد. بقاو استعذوا بالله وقراوها بزاف. كاين الحسد، أنا تشوكيت من اكتشف هاد أنواع ديال الحسد. الله يجعلنا من الناس اللي عندهم قلوب صافية، بغينا الخير للجميع. الله خزائنه ملأة، ما تحتاج حسد، ما تحتاج. صلى الله أن يجعل من الحاسدين من الحاقدين من الكارهين والظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله.